بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع بيهمنا كلنا، وهو الايموشنال ايتنج أو الأكل العاطفي. بنلاقي لما تحت أي ضغوط بناخد كميات كبيرة من الأكل، الحلويات، الدهون، أكلات السعرات الحرارية بتاعتها عالية. أيا كانت كمية الأكل اللي احنا بناكلها بنعتبرها تشويش على أفكارنا، كأني باخد هدنة من الحالة النفسية اللي أنا بمر بيها. طيب هل هي المشكلة اتحلت؟ لا، كل اللي بيحصل ان انا بحس بندم. ازاي انا اكلت كميه الاكل دي؟ ليه اكلتها؟ انا كان ممكن احافظ على وزني، انا ممكن ما اوصلش للنتيجه اللي انا وصلت لها دلوقتي. وبالتالي انا لازم الاقي حل للتخلص من مشكله الايموشنال ايتنج. هنقول دلوقتي شويه خطوات بسيطه لو قدرنا نعملها هتخلصنا منه بقدر كبير. اول حاجه ان احنا نعمل دايري. انا اكلت ايه واكلته امتى؟ الكميه اللي اكلتها قد ايه؟ هل انا كنت محتاج اكل ولا لا؟ هل كنت حاسس بايه وانا باكل؟ يعني سعيد وانا باكل ولا مجرد باكل عشان ما افكرش في المشكله؟ يمكن بمرور الوقت وبالدايري اللي انا عملتها لنفسي دي الاقي حل للمشكله والربط ما بين مزاجي العاطفي والاكل. الحاجة التانية ان احنا بنروض ضغوطنا العصبية او احساسنا بالملل. طب لو كان الضغط العصبي هو اللي بيخليني اكل، طب ما اجرب حاجة تانية، اسلوب تاني لادارة الضغط العصبي ده. طيب ممكن امشي، ممكن اقرا قصة، ممكن اسمع موسيقى، ممكن العب جيم، اي حاجة تخلصني من التوتر غير ان انا اكل. تالت حاجة ان احنا نشوف واقعية احساسنا بالجوع. هل احنا فعلا بناكل علشان جعانين ولا بناكل لمجرد الاكل؟ رابع حاجة احاول احاوط نفسي بدعم نفسي قوي، اتقرب من مجموعة من اصحابي او قرايبي اللي لو انا اتناقشت معاهم او فضفضت معاهم في الحاجة اللي مضايقاني مش هحس ساعتها ان انا عايزة افجر طاقتي السلبية دي في الاكل. خامس حاجة ان احنا نبعد المغريات اللي من الاكل بعيد عن ايدنا. يعني مش لازم يكون في نفس المكان اللي انا قاعدة فيه الشوكولاتة والشيبسي والبسكوت والحاجات الحلوة، لا، انا لو حسيت ان الحاجات دي مش موجودة عندي واني لازم البس عشان انزل السوبر ماركت وادور واجيب الحاجة، ممكن ساعتها خلاص يروح الاحساس بان انا عايز اكل، خلاص خليها وقت تاني بقى، ممكن يبقى بكرة. كمان مش لازم اتبع نظام رجيم قاسي قوي وفي حرمان، لان ده رد الفعل الطبيعي لما اتعرض لأي أزمة عاطفية اني على طول بفكر في الاكل. لكن لازم اتبع نظام صح في سعرات الحرارية وكمية الكالوريز اللي أنا محتاجاها واللي جسمي محتاجها علشان يقوم بوظائف يومي. وعلشان كده هلاقي نفسي مش دايما بفكر في النتيجة العكسية تماما، اني مع أول لحظة توتر أنا عايز أكل. نعود نفسنا كمان إن احنا وناكل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، فاكهة، سلطة، مكسرات، حاجات قيمتها الغذائية عالية والسعرات الحرارية بتاعتها قليلة. ده هيكون مفيد قوي في فترة اني اتعافى من الايموشنال ايتنج او الاكل العاطفي. طيب ولو حصل لي انتكاسة في اي لحظة ما هياش نهاية المطاف. يعني مش لازم الوم نفسي قوي، انا ليه اكلت، انا ما كانش لازم اعمل كده، كفاية الضغط العصبي اللي عندي من المشكلة اللي انا بمر بيها. لكن بمجرد ما ابدأ اكل شوية زيادة خلاص عادي، كأن ده ما حصلش، نقطة من اول السطر، وابدأ من جديد في البروجرام بتاعي اللي انا ماشي عليه، وكأن لحظة الانتكاسة دي ما حصلتش تماما. كان معاكم دكتورة نشوى ياقوت، استشاري التغذية العلاجية. انتظروني في فيديوهات تانية. دمتم سالمين بصحة وسعادة.